السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، ورمضان مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. رانا متوقفين عندما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أعطى البيعة ليزيد ولده. وش قلنا؟ وقلنا باللي كاين اللي يوافقوا، يا إما طوعا يا إما كراهية يا إما بالدراهم، وكاين اللي وافق عن اقتناع. خاطش هذه أول مرة يديرها واحد يورث الحكم لولده. وشكون اللي يرفض؟ ركز معايا في الاسماوات وقع ثقال: عبد الله بن العباس، عبد الله بن عمر، عبد الحسين بن علي رضي الله عنه، عبد الله بن ابو بكر الصديق، وعبد الله بن الزبير. وركزوا لي على هذا الاسم تاع عبد الله بن الزبير، خاطش هذا غادي نسحقوه غدوه. صحيح بابي؟ وين راهم عايشين هذو؟ ربعه او خمسه راهم عايشين في المدينه المنوره. وشكون اللي راه والي في المدينه؟ واحد سموه الوليد بن عتبه. قبل ما يموت معاويه بن ابي سفيان بدا يتراسل مع هذا الوليد بن عتبه، هذا والي في المدينه. قال له باللي قول هذوك كبار الصحابه والتابعين يبايعوا يزيد ولدي. رفضوا هذوك الربعه، قال لك احنا هذا ماناش قابلين بها، وهذه اصلا تخالف الاتفاق اللي كان بين الحسن ومعاويه وزيد، وهذه السنه جديده راك جايبينها لنا، يعني بدعه جديده لم يسبق بها احد. وهما اصلا هم كان على بالهم اللي غادي يوقع هذا الورث، لانهم يعرفوا هذو بني اميه راهم يحوسوا يردوها ملك. صحيح خوتي؟ هما على بالهم بلي بني اميه غادي يردوها ملك لبني اميه. وقلت لكم بلي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال لنا الحديث الشهير: تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك. وهذه المفروض الناس تعرفها، باللي مشقاش تخالف امر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام ما ابتدعش، ما جابش حاجه جديده، يعني ما دارش حاجه انت مشقاش ديرها. وهذه توريث الحكم، معناها غادي تدخلوا في مشاكل وغادي تدخلوا في متاهات كبار. المهم، هي العلماء تاع السنه يقول لك هذا الموضوع ما نطرقوش ليه. علاه ما نطرقش ليه؟ حاجه ما اخطات ما فيها والو. هذه انت ماكش نبي، وكاع هي النبي ما ننتقدوش، بصح ماذا ماكش نبي من حقي ان ننتقدك. صايب انت ماكش ولد منزول من السماء. انت تخطا، انت بشر تخطئ. معاويه بن ابي سفيان اخطا، نقطه في السطر. مش تقول اجتهد، شي اجتهد؟ مين اجتهد؟ ها كان انا باغي نجتهد، ها نعين الحسين رضي الله عنه. هي شكون اللي خير، يا ولدك ولا الحسين؟ الحسين اشرف من ولدك على 1000 خطره، اصل ودين وايمان وفي كلشي. داك جده الرسول صلى الله عليه وسلم. نيشان ولا ماشي نيشان؟ بارك الله فيك. ماشي ما نبغيش هذا التبيليس هذا، انا ما نبغيش في الهضره. روح لي نيشان هضر لي نور ماش كاين، وصايب نقعد نطايب انا وياك. هنا اخطا، ماشي رزقك هذا باه تورثه نتايا. صيح بيبي، هذاك ماشي رزق، هذاك يكون رزق بوك ورث لا تورث. الورث ماش من حقك، ربي قال لك وليق الاخرين فاني يدو. صيفنتني يعني هذا رزقي، وولادي وليقني نعطيهم كاع كيف. نيشان ماشي نيشان. فما بالك حاجه تاع المسلمين او تاع الناس تاع المواطنين كاع. ماشي رزق بوك هذا باه دير كيما تبغي نتايا. هذا رزق الناس ورزق امه، وراك مسؤول امر من الله، وربي غادي يوقفك يوم القيامه. هذه لا تخاف ربي ولا ما تخافش ربي، ديك حاجه تخصك. المهم، رفضوا كبار الصحابه، قال لك حنا ماناش قابلين توريث الحكم ليزيد. كيف احنا خير منه يولي ملك خليفه المسلمين علينا؟ شكون الحسين عباك شحال عنده من عام رضي الله عنه؟ 56 سنه. يزيد شحال عنده؟ 33 سنه. تما انت غوريانك بغيت تولي خليفه المسلمين باي حق باي قانون؟ رفضوا. ومادام رفضوا بدا بعد ما توفى معاويه رضي الله عنه، بدا يزيد بن معاويه يبعث للحسين باللي لازم تبايعني. قال الحسين ما نبايعكش، ورجع لمكه مع عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس عبد الله بن عمر الى مكه، وحتى عائشه رضي الله عنها، باللي احنا ماناش مبايعين. من بعد بدات الناس تنقسم، بداو الضغوطات باللي كاع الناس بايعت يزيد، احنا كذلك نبايعوا. كاع زادوا بايعوا اللي ما كانوش مبايعين من قبل، عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر. شكون اللي بقى ما بايعش؟ اهل الكوفه، ركز معايا يا حبيبي، في العراق. وشكون؟ والحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير. قال لك احنا ما نبايعوش وماناش قابلين. اهل الكوفه بعد ما سمعوا باللي الحسين رضي الله عنه مش قابل للمبايعه، مش باغي هذا الورث اللي ورثه معاويه لولده، شداروا وبداو يتراسلوا مع الحسين باللي احنا رانا قابلين ورانا مستعدين، كاع اهل الكوفه راهم معاك،
وهالامضاءات تاوعنا 40,000 امضاء. كي نقولوا امضاء معناها 40,000 مقاتل. خاطش انا كي نعطيك البيعه باللي راني معاك، شا معناتها؟ معناتها لو كان تقدس قدره ولا فاني نحارب معاك، او هذه هي المبايعه. الحسين رضي الله عنه بعد ما شاف اهل الكوفه يتواصلوا معه ورانا معاك يا ابن رسول الله وكيما هاك، ارسل مسلم بن عقيل. وهذا شكون مسلم بن عقيل؟ هذا ولد عم الحسين رضي الله عنه، العقيل خو علي رضي الله عنه. صحيح بيبي؟ رسله لاهل الكوفه بيتاكد شوف شكاين. ملي وصل الكوفه مسلم بن عقيل تواصل مع الناس، قالوا احنا قرانا مع الحسين وقعوا شدوك البلباله. خاطش هذوما السفله. السفله قال لك ان اجتمعوا فلن تقدر عليهم، وان افترقوا فلن تعرف منهم ولا احد. بتعرفوا هذو السفله كي دايرين. وعلى نقول لكم سفله، الاحداث غادي تثبت لنا كلامنا. المهم المسلم بن عقيل بعد ما تاكد من اهل الكوفه باللي سيرانا مع الحسين ورانا عاطيناه البيعه به يولي خليفه المسلمين، شادر مسلم بن عقيل بعث رساله للحسين قال تنجم تجي ضربك، كلشي راه مهيئ لك. عن طريق الجواسيس صاير رساله وصلت للحسين رضي الله عنه. دقيقه شنو نروحوا عند الحسين رضي الله عنه بعدين نعاودوا نولوا. الحسين لما قرا الرساله وعرف باللي كاع الناس راهي معاه، جاء عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال له يا حسين، قال له يا ابن رسول الله، قالوا له هذا اهل العراق اهل غدر، قال له ما نثيقش فيهم، قال له مين راهم يقولوا صح احنا رانا معك. كي اصلا الوالي اللي راه في الكوفه تابع ليزيد بن معاويه وراهم قابلينه، المفروض يخلعوا الوالي اللي موجود في الكوفه. نيشان ماشي نيشان. قال له الحسين خلي زعما تروح انا وندبر راسي وكيما هاك. المهم يزيد بن معاويه رضي الله عنه من وصلته المعلومه باللي سي كلشي راه مهيئ للحسين، شادر كاين الوالي اللي كان قابض الكوفه سموه النعمان بن بشير. هذا كان متسامح وما صايب ما يهدر ودرك هذا ولد رسول الله، فاهم؟ جايه صعبه شويه. شاد له يزيد بن معاويه عزله من الحكم ودار وخد اخر من اقذر ما انجبت البشريه، سموه عبيد الله بن زياد. وين كان هذا؟ هذا كان والي في البصره، غير في العراق غير فهم. وعاود رده والي في الكوفه وقال له لازم تدبر راسك مع ذاك الغاشي. كيف هذو الناس راهم يحوسوا، خاطش عباكم به حكم بتكون تعرف واحد راه يحوس يعزلك من الخلافه، يعني باينه بلي غادي تنوض مشكله كبيره. المهم هذا عبيد الله بن زياد فهم وجا ولا والي في الكوفه، بدا يزرع في الجواسيس وبدا يعرف هذا مسلم بن عقيل مع من راه يتعامل وين راه يروح كيما هاك، وبدا يتعامل معهم بقوه. اي واحد يبايع الحسين المصير تاعه القتل وكيما هكا ويخوف الناس. بدات الناس هذوك اللي بايعوا الحسين بداو ينقصوا، واحد يقول قينا، واحد يقول قينا غادي، واحد يقول ما خصنيش الهم، واحد من الى اخره. مسلم بن عقيل من شاف الحيه نقصت وشغل ديك الشراره راحت، عاود جمع الناس وقال لهم كيفاش شاكم تقولوا. بقاو من هذوك 40,000 بقاو 4000. قالوا احنا مازال رانا على البيعه. راحوا حاصروا القصر تاع عبيد الله بن زياد باه يعزلوه من الولايه بلا ما جاء الحسين رضي الله عنه. المهم هذا عبيد الله بن زياد مش سهل، بدا يخوف الناس وبدا يقول لهم باللي راه جايكم جيش من الشام وغادي يقضي عليكم نهائيا كي نتوما كي ولادكم، وبداو يخوف فيهم. مسلم بن عقيل راه واقف ومعاه 4000، قعدوا يشوروا ما جات تجي 12 تاع الليل تصابروا حاه واحد وحده. تخيل شوف تعرف بلي ناس منافقين نيشان. عرفتكم هذا السفاله ما تديش فيه كونفيونس، اللي خلاك ما تثيقش فيه هذا غير راه يهضر وصاي من فراغ. المهم هذا مسلم بن عقيل لما صابروا حاه وحده ذاك سلامة راسي قاعد يحوس وين يروح. المهم روى عند واحد المرأة وهذيك المرأة دخلته لبيتها شغل خاف على روحها على بالها بلي غادي يقتلوه ولا وحده. في النهايه لقى عليه القبض عبيد الله بن زياد وعدمه كتله. صحيح بيبي؟ كي عدمه وكتله شكون اللي دروك في هذه اللحظه؟ شكون اللي راه خارج من مكه؟ الحسين رضي الله عنه. هو ما على بالاش بلي ولد عمه كتلوه كاع اصلا، وما على بالاش بالقالب اللي سرق في الكوفه. راني نحاول نختصر لكم خاطر القصه طويله بزاف. المهم خرج الحسين رضي الله عنه ومعاه 72 واحد من اهله رجال ونساء، واهله اللي هو اولاده ولاد خوه نساه كيما هاك، ومعاه 60 واحد من اهل الكوفه هذوك اللي جاو عنده بيقولوا له باللي احنا اهل الكوفه راهم معاك وهي تروح معانا. ومن جا خرج من مكه
الحسين رضي الله عنه ذوب بعض القبائل ينضموا للحسين، يعني ولوا واحد 200 واحد هكا ولا صحيح بهذا. المهم وين وصل واحد المنطقه سموها كربلاء. هذا عبيد الله بن زياد عن طريق الجواسيس عرف باللي الحسين المكان اللي راه فيه، بعث له 1000 مقاتل وقال لهم جيبوا لي الحسين عندي هنا للكوفه. وين وصلوا هذو 1000 مقاتل عنده؟ قبل ما يوصل هذا 1000 مقاتل الحسين انقطعت عليه الاخبار، كيف مسلم بن عقيل ماشي يبعث لي رسائل، ما وصلني والو، شغل لامبا وطفات جديد ما كاش. بعث رسول للكوفه باه يتواصل مع مسلم بن عقيل شكاين. هذاك الرسول اللي بعثه الحسين قتله عبيد الله بن زياد، ما عاودش ولا قاعد يقرا على الاخبار. الحسين عاود يرسل الرسول الزوج قتله عبيد الله بن زياد، وما زادش وصلتها الاخبار. من جاو هذا 1000 مقاتل وصلتها الاخبار الحسين باللي مسلم بن عقيل قتلوه، والرسل اللي رسلتهم قتلوهم، واهل الكوفه هذوك اللي بايعوك ما كاش اللي خرج منهم. كاع بطلوا ديك الهضره اللي قالوها لك. الحسين رضي الله عنه خلع هذه الهضره، فاهم؟ هذه اصلا في وقت عند العرب بكري ما كانتش كاينه هذه الهضره تاع تعطوني البيعه وتعاودوا تبطلوا. هذه هضره تاع مرخص، هذه ماشي تاع رجاله. الحسين رضي الله عنه خلع وراهم هذوك الناس اللي كانوا يبيعون. الحسين رضي الله عنه شدار قرر باه يرجع لمكه ولا المدينه. هذاك 1000 مقاتل اللي بعثهم له عبيد الله بن زياد قالوا له، قال لك عبيد الله بن زياد روح عنا للكوفه بنستقبلوك ونشوفوا شنو طلباتك ونشوفوا واش كاين. راكم عارفين هذاك البيع والشراء هذاك تاع السلطه. قال الحسين رضي الله عنه ما نروحش عند هذا عبيد الله بن زياد. شوفوا بحاجه بتفهمها، الحسين رضي الله عنه هذا ما تنساش بلي جده الرسول صلى الله عليه وسلم. شو ماشي انت اللي تهضر معايا كيما هاك بتفهم، هذا ماشي كبرياء. دوك انت شكون بتهضر معايا كيما هاك باه انا نجي عندك صاي فهمتوا؟ لازم جماعه تعرفوا النفسيه تاع الناس. انا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا خير منك، وبويا علي وحنا اولى بالاسلام منكم. كيف انت تجي بتعلمني الاسلام وراك باغيني نجي عندك باه تنصحني باه توري لي كاين؟ هذه النفسيه تاع الانسان ما يقبلهاش. ماشي كبرياء وحدها والعزه النفس وحدها. انت شكون باه تهضر معايا كيما هاك؟ هذه هي الفكره اللي بنوصلها لكم. قال الحسين رضي الله عنه انا ما نجيش للكوفه، عندكم حل مثل ثلاثه، يا اما تخلوني نرجع للمدينه، يا اما تخلوني نروح للشام عند يزيد بن معاويه باه نتفاهم معاه، يا اما القتال. ما كاش حل اخر. راحوا او عفوا الثالثه قال له يا اما تخلوني مقاتل في سبيل الله، جندي من جنود كما كنت بكري مقاتل. رجعوا هذوك الناس، بعض الناس اللي عند عبيد الله بن زياد قالوا له ها الحل ما هو؟ قال لهم اصاب الراي، هضره شابه راه يهضر فيها. يخرج واحد الحقير سموه شمر بن جوشن، قال له كيف هذا راه يتفاوض يحكم فينا احنا، لازم يجي عندنا احنا نقرروا المصير تاعه. هذا شمر بن جوشن، ولا خلوني انا ندبر راسي معاه. عبيد الله بن زياد كان عنده واحد الجيش 4000 فيه 4000 مقاتل. شكون القائد تاعهم؟ اسمع الاسم، عمرو بن سعد بن ابي الوقاص. تسمع في الاسم شكون ولا ما تسمع؟ هذا بوه شكون؟ سعد بن ابي الوقاص رضي الله عنه، المبشرين بالجنه، العشره المبشرين بالجنه. كان قائد على 4000 مقاتل. قال له روح تنظم للجيش ال1000 هذوك اللي راني راسلهم للحسين، وروح شوفوا حبسوا الحسين بهذا العبسه اللي يدير فيها. قال له عمرو بن سعد بن ابي الوقاص، قال له نجيش نقاتل الحسين ولد جده رسول الله، احنا اصلا مي رانا نشاهدوا راكم عارفين ما جاياش. قال له تجي ولا نعزلك من القياده الجيش، لازم تجي. جاء هذا عمرو بن سعد، موقف محرج. تخيل انت راك جاي باه تقاتل شكون؟ الحسين بن علي رضي الله عنه. هذا شمر بن جوشن قال لعمرو بن سعد، قال له لا عينك تقاتل الحسين، قاتل ما عينكش نعزلك من الحكم ونجي انا نولي قائد على الحكم وعلى قياده الجيش، ولا خليني نجي فاذا راني جاي ندبر راسي. جاو قالوا للحسين رضي الله عنه يا اما تجي معنا ندوك عند عبيد الله بن زياد، يا اما القتال.
يعني هذوك تفتحوا له اللي هما انت ماناش قابلينهم. قال لهم الحسين رضي الله عنه القتال. انا فاني ما نوليش معاكم مره. وما تنساش بلي اهل البيت ما يهربوش. هذا الهضره دائما ديرها في راسك، جايين شغل رجاله. هذا بوه علي رضي الله عنه باش تكون تعرف. وفعلا وتقابل الحسين رضي الله عنه ومعاه 100 مقاتل فقط ضد 5000 مقاتل او 5000 حقير. خاطش على بالكم بلي هذا رانا نقولوا الحسين بن علي رضي الله عنه جده شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا كانوا في القيطون فيه نساء تاع حسين بن علي رضي الله عنه قاعدين في القيطون. شكون اللي كان معاه في ذوك النساء؟ واحد كان مريض، كان في عمر 15 عام 16 عام، سموه علي زين العابدين. وشكون ولد من؟ ولد الحسين رضي الله عنه. وعلى ما جاش يقاتل كان مريض، قعد مريض في هذاك القيطون اللي كانوا يقعدوا فيه بكري كيما على بالكم. وبدا القتال بين هذا الناس. ولات الناس مين تشوف الحسين تهرب، ما جاياش هذا ولد رسول الله اللي جاي نقاتلوا فيه. ولات بعض الناس تهرب، ما ولوش كي يشوفوا الحسين يهرب يدور راسه. وبدا الحسين رضي الله عنه يقاتل فيهم وقتل منهم الكثير. وفي النهايه جاء هذا واحد الحقير سموه سنان بن انس، اطلق بالحربه تاعه ضرب الحسين هنا في الرقبه تاعه. وكي طاح الحسين غدر باش تكون تعرف، خاطش هو وجه ما تمشيش تقاتله. جا هذا الحقير تاع شمر بن الجوشن قطع للحسين رضي الله عنه الراس تاعه، نسال الله السلامه. وكانت اسوا صفحه في تاريخ المسلمين والعياذ بالله. كارثه. يعني انا نحكي لكم في القصه راني باقي مخلوع غير كيفكم. يعني هاد الناس تقولوا ما دخلوا اسلام، ما شافوا اسلام، ما تبقى مخلوع. تخيل انت وراهم يقاتلوا في ولد بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وبالظلم. وبما نكذبوش كانوا كاينين بعض الناس من هذوك 5000 اللي جا انضموا للحسين خاطش خافوا. قال لك انا ما نخسرش اخويا الاخيره تاعي على جال الدنيا. انضموا للجيش تاع الحسين وماتوا شهداء مع الحسين رضي الله عنه. بعد ما قطعوا الراس تاع الحسين رضي الله عنه وزادوا قتلوا كاع هذوك اللي كانوا مع الحسين حتى اولاده. يعني قطعوا الحسين رضي الله عنه حتى النسل تاعه ما خلاوش في ولاده الا هذا زين العابدين. وكانوا باغيين يقتلوه. وجا هذا عمرو بن سعد بن ابي الوقاص رفض، قال لهم غير هذا اللي ما تقتلوش، خلوه مش خاش تتواسوه، خلوه يعني ما تبيش خاش تقتلوه. والحمد لله اللي ما ماتش هو اللي من يبقى من نسل الحسين هذا زين العابدين. زين العابدين ولاده هما اللي بقاو حاليا من النسل تاعه. وقبضوا الراس تاع الحسين رضي الله عنه وداوها عند عبيد الله بن زياد ودخل عصا في فمه وقعد يلعب به فيما هاك. هذا الخبيث هذا تاع عبيد الله بن زياد. وكان واحد جالس ثم يقال انه كان صحابي قال له هذاك دوك الشوارب اللي كدير لهم كيما هاك هذوك لطالما سلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الراس تاع الحسين كي صرا لها من بعد وقعوا كذب بزاف. واحدين يقول لك داو دفنوها في مصر، واحدين يقول لك مانيش عارف. المهم الله اعلم. المهم في النهايه قتلوا الحسين رضي الله عنه. وكانت اسوا صفحه في تاريخ المسلمين بمقتل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا وين تفرقت الامه تاع محمد صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم بلي هذا توريث الحكم واعره. شا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء. هذه قلتها لكم في الحلقه الاولى، ليلها نهارها لا يزيغ عنها الا هالك. شوفوا معاويه رضي الله عنه ورث الحكم الولده اللي كل نتيجه كي دايره. لو كان خلاها شورى بين المسلمين ما كناش نوصلوا لهذا الموصل. خاطش علاه انت راك تحوس دير فتنه، انت راك تخالف في امر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هي شكون اللي ما يورث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورش. حتى ابو بكر وما عيناش الرسول عليه الصلاه والسلام، خلاها شورى بين المسلمين. كان صحيح يشير ليه الرسول عليه الصلاه والسلام صلي بالناس يا ابو بكر الى اخره، بصح ما عيناش خليفه. بغى يربينا الرسول عليه الصلاه والسلام اننا لابد الحكم هذا ما يجيش بالوراثه، ما تعينش كيما تبغي انت، يجي عن طريق مشاوره تاع المسلمين بالانتخابات. الشعب هو اللي يخير الرئيس تاعه ولا الوزير تاعه ولا الوالي تاعه ولا الله يسهل عليك كما بتسميه سميه. المهم الشعب هو اللي يخير باه يقعدوا طيبه بيناتنا. قال اخويا الاغلبيه بغاتك انت تفضل حبيبي. فهمتوا على داك الشيء. الحسين رضي الله عنه رفض توريث الحكم معاويه لولده يزيد. بعد ما اقتل الحسين الارض انقلبت، ولات الناس مخلوعه.
ابن رسول الله قتل، وبدات الفوضى، المشاكل، بدات الناس. شتو هذوك الناس اللي بايعوا يزيد بن معاويه بعد ما سمعوا باللي حسين رضي الله عنه قتل ارتدوا عن البيعه. بطلنا ما سحقيناش، الا كان وليت انت وصلت بيك تقتل ولد بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقات ليك بيعه. غدو ان شاء الله يا ربي نزيدو نشوفوا مين قتلوا الحسين رضي الله عنه، اش سرق، وش دار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ومالهم اهل المدينه، كيف عاودوا بطلوا، وش هي موقعات الحره. غدوه ان شاء الله يا ربي الاحداث راه غير تكمل. وهذه الله غالب كان لازم نحكي لكم هذه الاحداث باه من نروحوا باه كي ندخلوا في قصه الاندلس ونكونوا عارفين شرا كاين مورانا، باه ما نقعدوش متغابين حبابي. ورمضان مبارك ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، تهلاو في روحكم.